تقدر تقول لي إيه الحاجة اللي ليها بداية وملهاش نهاية؟ أنا هجاوبك بكل بساطة، الحلم اللي صاحبه مآمن بيه. وعشان نشوف عينة من دي جايب لك حاجة من الطراز الفاخر على الآخر، بس ما تنساش لايكك الجميل وتعمل لنا اشتراك للقناة علشان يوصل لك كل جديد. ويلا بينا نبدأ الحكاية. فيلمنا بيبدأ وسط مدينة فاينلاند، وساعتها بنعرف إن في فريق كرة سلة كبير جدا ومشهور بيلعب في بطولة عالمية، وكل اللي في المدينة بيشجعوا الفريق ده وبيبقوا مبهورين بيه، خاصة إن دي أول مرة الفريق يشارك في البطولة دي. وحط تحت الحتة دي 100 خط. المهم من ضمن الناس دول بنتعرف على بطلنا ويل المعزة، واللي كان رايح هو ومامته علشان يتفرجوا على الماتش. ويل في الوقت ده كان لسه طفل صغير ما عندوش أحلام ولا يعرف معنى الحياة، هو بيقضي متعته مع مامته اللي بتعلمه كل حاجة وبس. واليوم ده مامته كانت واخداه تصوير من اول اليوم علشان يكونوا ذكريات سوا. المهم يا سيدي لما بيدخلوا الملعب ويل بيبقى مهووس من كمية الناس والتشجيع اللي شايفه، لان زي ما قلت لك دي اول مرة يحضروا بطولة زي دي، والفريق اصلا خارج من نفس المدينة. لكن الاهم من كل ده ان بطلة الفريق اللي اسمها جيت القطة بتخرج للملعب وسط تشجيع كبير جدا من الجمهور. جيت برغم انها قطة لكن جسمها ضخم جدا وقوي، والعضلات مالية من كل مكان. كانت لسه في عز شبابها بقى. عمك ويل أول ما شاف جيت قدامه اتهوس، عينه ما نزلتش من عليها، وفي اللحظة دي ما قالش غير جملة واحدة بس: ماما أنا في يوم من الأيام هكون زي جيت. ومن هنا بدأت المتعة الحقيقية. بتعدي 10 سنين على الموقف ده، وساعتها بنشوف ويل بعد ما كبر لكنه خسر مامته اللي ماتت من قريب، لكنه منسيش نفسه ولا حلمه اللي صدقه من البداية، وقرر إنه يتمرن زي ما جيت بتتمرن بالظبط، لأنه عارف عنها تفاصيل يومها وحياتها كلها. وعشان كده كان كل يوم يصحى من النوم يتمرن زيها بالظبط، حتى الأكل والشرب كان بياكل اللي هي بتاكله. أهو مش كله قوي يعني، بس أهو بيحاول يقلدها علشان يبقى قوي زيها. لكن كان في مشكلة عند ويل، وهي إن حجمه صغير، أو خلينا نقول متوسط، ومش هيطول ولا هيكبر عن كده. فده كان مسبب له مشكلة كبيرة، لأنه لاعبي السلة لازم يبقوا أطول وأقوى. المهم ويل كان بالنسبة له اللي بيعمله ده كله أصلا حلم، فكان مصدقه ومآمن بيه. علشان كده كان محول البيت بتاعه لساحة تدريب، كل يوم يتمرن لحد ما يكسر في شوية حاجات. يعني عندك مثلا اليوم ده وهو بيتمرن قرونه بترشق في السقف، وصاحب البيت القندس اللي اسمه فرانك كان مخلف قربة عيال، لا هي شكار عيال مش قربة بس، كان كل ما يبقى فاضي يخلف له دقسته ولا حاجة. عيال فرانك بقى كانوا مهووسين بويل واخدين عليه جامد، ولكن ويل كان بيتعامل معاهم زي أسرته بالظبط، لأنه وحيد وملهوش حد بعد موت والدته. بس للأسف ويل كان فقير جدا، ما كانش لاقي ياكل حرفيا، حتى إيجار البيت متأخر بقاله كام شهر وما دفعوش لفرانك. علشان كده كان كل يوم يحاول يتسحب من ورا فرانك علشان ما يطالبوش بالفلوس، وكل مرة بيتقفش برضه ما بيعرفش يهرب. المهم لما فرانك بيشوفه وهو خارج من البيت بيقول له: اوعى تكون بتهرب مني علشان ما تدفعش الإيجار. علشان ويل ينكر طبعا إنه بيعمل كده، وبيوعده إنه هيجيب له فلوس الإيجار في أقرب وقت، ولكن بيطلب منه يصلح التكسير اللي في سقف الأوضة. طبعا ويل هو اللي عمل كده في السقف، بس كان من غير ما يقصد يعني، وما ينفعش يقول لفرانك إن هو اللي عمل كده علشان ما يدفعوش فلوس زيادة. بعدين بيبدأ يمشي في المدينة علشان يروح الشغل بتاعه، وبنتعرف إنه شغال في مطعم صغير كده متطرف، بس شغال عامل ديليفري، بياخد الطلبات يروح يوزعها على الزباين، وبعدين بيرجع الإيراد ويروح على بيتهم، وهكذا بقى كل يوم. بنلاحظ بقى إن كل اللي قاعدين في المطعم ده ما عندهمش سيرة غير فريق ثورنز اللي مكسر الدنيا، لكنه بيوصل للنهائي ما بيفوزش بيه، وده مسبب لهم عقدة كبيرة، وحاسين إن جيت هي السبب، لأنها أنانية وما بتلعبش غير لنفسها، وعمرها ما جابت لهم كاس واحد صغير حتى. لكن حتى لو هما مختلفين على الفريق، ويل كان عكسهم تماما، لأنه كان بيشجع الفريق حتى وهو خسران، وده من كتر هوسه بجيت والفريق. بعدين بياخد الطلبات بتاعة اليوم وبيخرج يوزعها لحد ما بيقدر يخلص الاوردرات بتاعته في السريع. لكن في وسط اليوم بيعدي على زمايله الضبع والقندس اللي كانوا عايشين في وسط المدينة، بس مهووسين بالتكنولوجيا والمراهنات. علشان كده اول ما بيشوفوا ويل بيفرجوه على ماتش الواحد اسمه ماين، اللي هو اساسا حصان بس مشهور قوي بالقوة اللي عنده، وانه عمره ما دخل ماتش الا وكسبه. فبيعرفوه ان ماين عامل تحدي بكرة على اللي يفوز عليه مقابل الرهان، وعلشان ويل مهووس بالسلة وشاطر فيها فبيعرفوه انه يقدر يشارك، يمكن الحظ
الحظ يضرب معاه ويفوز عليه، وساعتها حد يشوفه من الفرق الكبيره ولا حاجه. فويل بيوافق على كلامهم وبيتفقوا ان هم يحضروا الرهان ده بكره، وبيسيبهم ويروح يتمرن. بيروح للمكان اللي بيتمرن فيه كل يوم من ورا صاحبه، عامل زي ساحه صغيره كده في حته متطرفه بيستغلها علشان يجهز نفسه لاي ماتش. لكن ويل من كتر هوسه بالسله فكان بيتخيل ان في جمهور بيشجعه وبيهتفوا باسمه، وبنلاحظ ساعتها ان ويل ماهر جدا في السله، وده علشان بيتمرن كل يوم حرفيا. ولكن كالعاده في شويه لعيبه اقوياء عنه بييجوا يلعبوا كل يوم في الملعب ده وبيطردوه بره، لان هما مش شايفينه اصلا. لا، هما مش شايفينه حرفيا، اكمن ويل يعني حجمه صغير عنهم، والحجم الصغير ده ما ينفعش يبقى لاعب سله اصلا. هما عارفين ان لاعب السله لازم يكون طويل قوي وقوي علشان يقدر يلعب. اما بالنسبه لويل فحتى لو كان بيعرف يلعب فده مش مبرر انه يلعب حتى، وبنعرف ان كل يوم بيطردوه بنفس الطريقه. ولكن ويل ما بيستسلمش برضه وبيجي في ميعاده علشان ما يفوتوش التمرين. في نفس الوقت بننتقل عند جيت بطله فريق ثورنز، وهي داخله تلعب ماتش، بس الناس جايبين في سيرتها وعمالين يتريقوا عليها، وده لانها دخلت البطوله الرسميه للمدينه 3 مرات ولحد دلوقتي ما فازتش بيها ولا مره. وبرغم انها قويه وبتعرف تلعب كويس قوي الا انها ما قدرتش تفوز بالبطوله ولا مره. ولكن جيت ما كانتش شايفه ان المشكله فيها، ولان الفريق بتاعها مكون من 5 افراد بس، هي واحده منهم كانوا محتاجين واحد سادس علشان لو هيغيروا ولا حاجه. فبتجري على الخنزيره اللي اسمها فلو، اللي هي في الاصل صاحبه الفريق، علشان تسالها هتجيب لهم اللاعب السادس امتى. ولكن فلو ما كانش فارق معاها الحوار ده، هي بس بتثبت جيت بكلمتين علشان تحل عن دماغها. اما هي فمش فارق معاها الفريق يفوز ولا يخسر ولا حتى تحقق حلم جيت، وبتقول لها خلي بالك من اللي انت عاوزاه تحقيقه ده يا جيت احسن يجي على دماغك. كانها بتحذرها لو اللاعب السادس ده جه للفريق هي عمرها ما هتعرف تلعب تاني. وطبعا جيت بتفهم هي تقصد ايه، علشان كده بتتصدم وبترجع تفكر في الموضوع تاني. ولكن خلينا نرجع لبطلنا ويل من تاني، اللي بيرجع البيت بعد يوم طويل من التعب وبيحاول يتسحب للشقه بتاعته، بس القندس فرانك بيحس بيه وبيطلع يساله عن الايجار. ساعتها ويل بيطلع له كل اللي في جيبه، اللي كان عباره عن شويه فكه وحاطط وسطهم شويه ورق، قال ايه يعني يعتبرهم فلوس برضه وهم مش فلوس. وقتها فرانك بياخد باله، بيعرفوا انه مش هيستحملوا اكتر من كده، وان عنده عيال كتير عاوز يصرف عليهم، وخايف انه يجيب عيال تاني وهو ما بياخدش الايجار اللي المفروض هو رزق عياله اللي بيصرف عليهم بيه. فبيوعدوا ويل انه هيدفع له كل الفلوس المتاخره عليه في اقرب وقت. ولما بيدخل البيت علشان ينام بيسمع زوجة فرانك وهي بتنادي على جوزها عشان تقول له انها حامل جديد. فرانك ما بيلاقيش قدامه غير ويل اللي بيقول له محتاج الايجار بسرعه عشان مراته هتولد قريب. مش عارف هو كل ما يلاقي نفسه فاضي تقريبا بيجيب له دسة عيال ولا ايه. المهم ويل بيشيل الهم اكتر وبيفتح تليفونه بيلاقي اعلان المراهنات بتاع ماين قدامه، واللي تقريبا كده ما بيلاقيش حل غيره علشان لو فاز هياخد مبلغ كبير هيسدد بالايجار المتاخر كله. فتاني يوم اول ما بيصحى بيروح يقابل صحابه اللي بياخدوه لساحه المراهنات على طول، وهناك بنشوف ماين وهو بيلعب ضد ناس كتير واللي من الواضح ان محدش قدر يفوز عليه لحد دلوقتي. فبيقف وسط الملعب وهو بيتحدى المدينه كلها على انهم يطلعوا لاعب واحد بس يلعبوا بدل ما هم شكلهم وحش كده قدامه، وبيفضل يتريق على المدينه قدام ويل اللي هو اساسا كان متردد يدخل يواجهه ولا لا، بس علشان ماين بيتريق على بلده فبيتحمس قوي انه يدخل يواجهه علشان يثبت له ان في لعيبه كويسه قوي هنا وهو مش عارف. فماين لما بيشوف حجمه الصغير بيتريق عليه وبيخلي الكل يسخروا منه، لكن ويل بياخد الموضوع جد على كرامته وبيتحداه رسمي قدام الكل. وعلشان كده ماين ما بيلاقيش مخرج علشان يحفظ شكله قدامهم وبيوافق على التحدي. ومن هنا بقى بيبدأ ويل يلعب قصاده كويس لحد ما بيسجل أول جون. فماين أساسا كان بيلعب قصاده من غير نفس وشاف إنه هيفوز عليه بكل سهولة، فما كانش محتاج يعني يتحمس لحد ما ويل بيسجل الهدف الثاني وبيخلي منظره عر قوي قدام الكل. ساعتها ماين بيحس إنه هيتبهدل من ويل لأنه واخده رايح جاي وبيقرر يلعب بكل قوة. ومن اللحظة دي ويل ما بيعرفش يسجل ولا جون، لا وبيتهان كمان وبيقع على الأرض وبيخسر الرهان. فماين بيستفزه وبيعرفه انه عمره ما هيفوز عليه ولا في لعيبه اصلا في البلد دي يقدروا يكسبوه. فبعد ما بيخلصوا ويل بيرجع على البيت بيتسحب برضه هو ناوي يلم هدومه ويهرب من البيت من ورا فرانك على اساس انه ما عادش معاه فلوس يدفعها على الايجار ومش هيعرف يوفي بوعده، وعشان كده بياخد هدومه ويروح يبيت عند صحابه القندس والضبع اللي بيفرجوه على فيديو وعمله له مخصوص وهو بيسجل اجوان في ماين الصبح. وعاملين ماين مسخره حرفيا انه اتهان قوي من ويل وما قدرش
قدرش يكسبوا حاجات كتير من دي، وزي ما بيقولوا في الامثال الصيت ولا الغنى. لكن ويل ما بيبقاش معترف بالكلام ده وشايف انه خسر خلاص من ماين، ملهاش لازمه بقى يعملوا كل ده علشانه لان هو مش هيغير حاجه. وبيشكر صحابه ان هم سمحوا له يبات عندهم الليله دي لحد ما يشوف حل في حوار السكن ده. وقتها صحابه بيعرفوه السرير بتاعه، ولكن قبل ما يطفي الكمبيوتر بيدوسوا زرار الشير علشان ينزلوا الفيديو بتاعه. وتاني يوم ما اقولكش على الرجه اللي الفيديو عملها في المدينه. لما ويل بيخرج من البيت بيلاقي الناس كلها عارفه اسمه وبيسلموا عليه، وكانه بقى حديث المدينه في اللحظه دي. ويل ما كانش مستوعب انه بقى مشهور بين ليله وضحاها زي ما بيقولوا، عشان كده بيسلم على الناس وهو مش فاهم هو اتشهر كده امتى وازاي. لكنه بيروح على الشغل بتاعه كالعاده، وساعتها بيشوف عربيه راكنه بره المطعم في وسط الشارع، فبيدخل يهزق صاحبها من غير ما يعرفه. وهنا بقى صاحبه المطعم بتشاور له على صاحبه العربيه اللي بتطلع الخنزيره فلو بتعرفه على نفسها وبتوري له الفيديو اللي نزل على النت عنه، وانها اعجبت بيه وبالرجه اللي عملها على السوشيال ميديا، عشان كده عاوزه تمضي معاه عقد عشان يلعب في الفريق بتاعها. واللي ما كانش عارف اصلا هي صاحبه فريق ايه بالظبط، ولكن من تشجيع صحابه ليه انه يلعب في اي نادي والسلام بيوافق. وهنا بقى فلو بتعرفه انها صاحبه فريق ثرونز، فبيتصدم انه يلعب في النادي اللي طول عمره بيحلم بيه، ما بيكونش مصدق نفسه. تاني يوم بنروح لجيت اللي بتصحى من النوم تتابع الاخبار بتاعه اليوم، واللي كالعاده بيتريقوا عليها ومطلعينها المسرح علشان مش عارفه تحقق البطوله. لكن في وسط الاخبار بيعلنوا عن اللاعب السادس اللي انضم لفريقها وهي ما تعرفش، فبتجري بسرعه على فلو اللي مضت مع لاعب جديد من غير ما تقول لها، وبتدخل تزعق معاه، وده من غير ما تاخد بالها ان ويل اساسا قاعد وراها، لولا فلو بتشاور لها على الكرسي وراها. واول ما جيت بتضير وشها تبص عينك ما تشوف الا النور، بتنزل تريقه وضحك على ويل لانها كانت مفكره فلو مضت مع لاعب قوي وضخم وخافت انه ياخد مكانها. لكن في الحقيقه مع حجم ويل ده ما يأهلوش يلعب كره الشوارع حتى، علشان كده لما بتشوفه بتطمن شويه وبتعرف فلو انها موافقه ينضم ليهم عادي، لانها اطمنت انه عمره ما هياخد مكانها ولا هياخد فرصه اصلا. وبعد شويه التريقه والضحك دول بنعرف ان هم عاملين مؤتمر صحفي علشان يرحبوا باللاعب الجديد ويقول كلمته. وفلو بقى بتستغل الموقف وبتطلب من جيت انها تروح مع ويل المؤتمر ده. انا يا بنت اللي هطلع اتكلم عن لاعب في فريقي ده حتى يبقى عيب في حقي؟ لكن طبعا فلو بتأمرها بصفتها صاحبه الفريق، وده بيضايق جيت جدا، لكنها بتوافق في النهايه وبتاخده معاه للمؤتمر اللي كان مليان ناس. بس ويل كان قصير جدا ومش باين من الكرسي، وعشان كده كل شويه العامل يرفع له الكرسي شويه علشان الناس يشوفوه. ولما بيجي الدور على جيت انها تتكلم الناس ما بتديلهاش فرصه، وبيقولوا ان ويل قوي جدا وقدر يهزم الحصان ماين واكيد هيعمل نقله كبيره للفريق. الكلام ده بيضايق جيت جدا لانها بتحس ان ويل اخد انتباه الناس ونسيوها خالص، وعشان كده بتسيبه يتكلم عن نفسه. وبما ان دي اول مره ويل يطلع فيها في مؤتمر صحفي ما كانش عارف هيقول ايه، بس بيبوظ الدنيا خالص. فبتخلص جيت المؤتمر بسرعه وبتاخد ويل وبيروحوا على مقر الفريق بتاعهم لان عندهم ماتش مهم النهارده. بس في الطريق بتعرفوا على مدرب الفريق بتاعهم اللي اسمه دينيس القرد، لكن دينيس كان مجرد مدرب على ورق مش اكتر، وده لان مفيش حد معترف بيه ولا حتى بيسمعوا تعليماته. ده هو اساسا ما بيقولش تعليمات اصلا، والفريق بيلعب لعب عشوائي طول الوقت معتمدين ان جيت معاهم في الفريق وخلاص. ولكن بالنسبه لويل فدينيس مدرب كبير مبسوط انه اتعرف عليه، وساعتها بيروحوا لاوضه اللبس وهناك ويل بيشوف مكانه لاول مره جوه غرفه الملابس. وهنا بيفتكر حلمه اللي اخيرا اتحقق وبقى لاعب من ضمن فريق ثرونز اللي ياما حلم يكون فيه. بعدها بيلبس التيشيرت بتاعه وبيخرج يقعد في كراسي الاحتياط، وطول الوقت عمال يسال دينيس انا هنزل امتى ايها المدرب. فدينيس ما كانش عارف يرد عليه بايه ولا ايه لانه مش هيفيده بحاجه، وعلشان ما يبوظش شكله بيقول له انه هياخد خبره الاول وبيديله كتيب الخطط بتاعهم يتعلم منه وهو يسلي وقته على ما يجي دوره. كل ده والناس مالهمش سيره، وحتى المعلقين نفسهم بيسالوا هو ويل هينزل امتى لانهم مستنيين يشوفوا مهارته اللي هزم ماين بيها. لكن بيعدي الماتش الاول وبعدين التاني والتالت وبنوصل للخامس وبرضه ويل ما بينزلش ولا حتى تبديل. وكل شويه ويل يسال زمايله لو حد محتاج يستريح وينزل مكانه، محدش راضي يديله فرصه حتى، وكانهم مستقلين بيه كلهم ومش معترفين بيه وسطهم. وزي اي لاعب جديد ما بيبقاش حاسس نفسه قوي في الفريق ولا ينفع يقول رايه حتى علشان محدش يزعل منه ولا يطرده منه، علشان كده بيفضل ساكت وبيسمع الكلام وبس. في المقابل بيخلوه يلم الكور والهدوم بتاعتهم او بالبلدي كده يخدم عليهم لو احتاجوا حاجه. لحد ما في يوم بعد التدريبات بيشوف جيت وهي بتتمرن لوحدها، فبيروح يتكلم معاها وبيتحداها في منافسه انه لو كسبها تديله الفرصه يلعب بقى. ولكن جيت ما كانتش شايفاه اصلا ومفكره انه هيخسر بكل سهوله،
وعشان كده بتوافق على التحدي. اول كوره ويل بيفوز فيها وتاني كوره بيفوز برضه، وكل مدى ما جيت بتصعب التحدي اكتر علشان يخسر، لكن المفاجاه ان ويل بيسجل كل فرصه لحد ما بنوصل للتحدي الاخير واللي كان صعب جدا حتى جيت نفسها بتخسر فيه. ولما بيجي الدور على ويل علشان يثبت لها انه مش فاشل بيركز قوي علشان يسجل الكوره، لكن حظه ان دينيس بيظهر من وراه وبيخض وساعتها بيغلط. جيت بقى مش بتعديها وبتديله الفرصه اللي بعديها ابدا، دي بتعرفه انه كده خسر التحدي وانها مش هتديله فرصه وسطهم خالص. لكن ويل حاسس انه اتظلم ومحتاج فرصه تانية لانه ما غلطش بمزاجه. بعد كام يوم الفريق بيسافر بطياره خاصه للمدينه اللي هيلعب فيها، وويل كان اول مره يركب طياره اصلا فكان مبسوط قوي، بس ما حدش مديله ريق ولا مكان في قلب الطياره لحد ما بيقعد مع جيت بالعافيه. ولما بيوصلوا للسكن ويل بيلاقي صحابه بيتصلوا بيه علشان يسالوه هو هيشارك امتى، فبيغير الكلام معاهم وبيفضل يكلمهم عن اساليب الراحه اللي بيعيش فيها. ولكن زمايله بيجروه في الكلام لحد ما بيخلص كل اللي عنده، بعدين بيسالوه هو هيشارك امتى لان المدينه كلها مستنياه ينزل ولو ماتش واحد بس. ساعتها ويل ما بيعرفش يرد عليهم، فبيحمسوه انه ياخد فرصه في اقرب وقت علشان يظهر للناس. لكن ويل كان عارف انه حتى لو عمل ايه مش هياخد فرصه بسبب جيت. وبالصدفه كده لما بيبداوا الماتش جيت بتزهق وبتقرر تنزله مكانها، وهي في اعتقادها انه مش هيقدر يعمل اي حاجه يعني اهو يسد مكان لاعب وخلاص. لكن المفاجاه بقى ان ويل بينزل يلعب وبيسجل كمان وبسببه بيفوزوا بالماتش ده. ساعتها الدنيا كلها بتتكلم عليه وجيت ما كانتش مصدقه اللي حصل، فحست انه هياخد مكانها والناس هيبطلوا يتكلموا عنها خلاص. وهو ده فعلا اللي بيحصل لان الناس كلهم بقوا بيهتفوا باسم ويل وكانه بقى البطل الشعبي بتاعهم، وكل الناس اللي كانوا يعرفوه كانوا قاعدين مبسوطين علشانه لانه ياما زهقهم من كتر ما هو عاوز يحقق الحلم ده ويلعب. ولما جات له الفرصه اخيرا لعب وسجل فعلا. وهنا بقى جيت اتضايقت قوي وبقت متابعه الاخبار كل يوم اللي ما بقاش ليهم سيره غير ويل. حتى زمايلها في الفريق بقوا يحبوا يخرجوا معاه ونسيوها خالص. وبعد الماتش ده الاعلانات بتنزل عليهم زي الهوا، فصاحبه الفريق فلوب بتتصل بيهم وبتعرفهم ان هم هيصوروا اعلان بكره ولازم كلهم يبقوا موجودين. وخلي بالك يا صديقي الاول كانت جيت الوحيده اللي بتعمل الاعلانات دي لكن المره دي كان الفريق كله هيشارك فيها، ودي تاني حاجه خلت جيت تتضايق اكتر. واللي ضايقها اكتر واكتر لما كان مطلوب منها تقول جمله جوه الاعلان ان البطل الرئيسي بتاع الفريق بقى ويل، فبقت تتحجج باي حاجه علشان ما تقولش الجمله دي لانها شايفه انها البطل الوحيد هنا. ومهما حاول يعيدوا ويزيدوا ويقنعوها تقول الجمله ما كانتش راضيه خالص لحد ما بتقرر تنسحب من الاعلان خالص وبتسيبه وتخرج. فويل بيروح وراها علشان يهديها ويتكلم معاها وبياخدها معاه للمدينه بتاعته واقرب مكان الناس كانوا بيتكلموا عنها فيه وهو المطعم اللي كان بيشتغل فيه. فاول ما بيدخل الناس ما كانوش مصدقين انه جايب جيت لحد عندهم، وخاصه ان كان كل حلمهم ان هم ياخدوا امضتها بس مش بيشوفوها كده عين عينك. فبقت شايفه بعينها الدعم اللي كلهم بيشجعوها بيه وقد ايه هم بيحبوها، واخيرا حست ان ليها قيمه وان في ناس لسه بيشجعوها برغم انها ما كسبتش ولا بطوله حتى. وقتها ويل بيعرفها ان وجود الناس اللي بيحبوها ويشجعوها حواليها اكبر داعم ليها انها تكمل، وبيبدا يحكي لها عن مامته اللي كانت مآمنه بيه ومصدقاه لحد اخر يوم في حياتها وعارفه ومتاكده انه هيحقق حلمه في يوم من الايام برغم ان حجمه صغير والكل كان بيتريق عليه طول الوقت، بس بسبب ايمان مامته بيه صدق حلمه وجري وراه لحد ما حققه، وهو دلوقتي موجود في الفريق اللي بيحبه وبيسجل اهداف كمان. وقتها جيت بتحس ان وجود اللي بيحبونا حوالينا بيفرق جدا وبتحس ان كلامه معاه حق، خاصه لما بتشوف كميه حب الناس ليها من حواليهم وبترجع تفكر في الموضوع بشكل تاني. وفي اللحظه دي وهي قاعده في بيتها بتشوف ماين اللي طالع في بث مباشر وعمال يتريق على فريقها، فبتقرر تعمل حاجه صح لاول مره في حياتها وبتدخل ترد على الانتقادات اللي بتقولها وبتعترف بان فريقها احسن فريق وبتقول عليهم كلام حلو كتير، لدرجه ان فريقها نفسه لما بيسمعوا الكلام ده ما كانوش مصدقين انه طالع منها من كتر ما هي سمعتها وحشه قدامهم ومش شايفه غير نفسها. فدي كانت اول مره تقول عليهم كده، وعشان كده اول ما بيشوفوها تاني يوم بيسالوها لو كانت تقصد الكلام اللي قالته فعلا، فبتقول لهم ايوه. ومن اللحظه دي بقى يا عزيزي وكل حاجه بتتغير. زمايلها بيحسوا بحبها ليهم لاول مره وبيبداوا يلعبوا بطريقه مختلفه فيها روح. طبعا ما ننساش ويل لانه السبب في كل اللي حصل ده، وبرغم ان فريقهم يعتبر ضعيف من الناحيه الفنيه الا انهم بقوا يلعبوا بكل قوه ومفيش ماتش بيدخلوه غير لما بيفوزوا بيه، وماتش ورا ماتش والدنيا بتزهزه معاهم وبيكسبوا لحد ما بيوصلوا للمركز الثاني. وبكده ما عادش غير ماتش واحد بس لو كسبوه هيوصلوا للنهائي. التشجيع بقى اقوى واللعب بقى فيه عنف لان كل فريق في الدوري
الفريق الاعلى منه بيبقى اشرس واعنف، لكن فريق ثرونز مصدق حلمه وبيلعب بكل شجاعه. وقبل الماتش ما بيتلعب بنشوف ويل وهو بيسال عن جيت وبيدور عليها في كل مكان. كانت جيت وقتها واقفه تتكلم مع فلو اللي بتعرفها انها خلاص قررت تبيع الفريق لانها ما كانتش تعرف ان هم هيوصلوا للمرحله دي، وهي اساسا ما يهمهاش حوار البطولات والكلام ده، هي اساسها تكسب من ورا النادي مش اكتر. فبتحاول جيت تعرفها انها مش محتاجه تعمل كده، خاصه ان هم خلاص وصلوا لقبل النهائي وهيجي لهم مكاسب كبيره. لكن فلو بتفكرها ان عمرها ما كسبت نهائي واحد في حياتها، ودي هتبقى المره الثالثه ليها وخلاص كبرت في السن. يعني بالبلد كده انت ما عرفتيش تعملي حاجه وانت في عز شبابك، هتعرفي تعمليها دلوقتي بعد ما عجزتي ولا ايه؟ طبعا الكلام ده كان صادم بالنسبه لجيت وما عرفتش ترد عليها. كل ده وويل واقف بيتفرج عليهم وسامع كل الكلام وهو مصدوم، لانه مش عاوز فريقهم يتدمر ولا يفترقوا بعد كل اللي وصلوا له ده. ولكن جيت بتزعق معاهم لانها بتفتكره كان بيراقبهم ولا حاجه، فبيطلب منها ويل انها تعرف الفريق علشان يلعبوا بشكل احسن ويفوزوا. بس جيت بترفض رايه لانها شايفه انها لو عملت كده نفسيه زمايلها هتبوظ ومش هيعرفوا يلعبوا خالص. بتدخل الملعب علشان تبدا الماتش وهي بتحاول تلعب لنفسها علشان تفوز بس، لكن كل اللي بتعمله بيروح على الارض لانها بتلعب لنفسها بس ومش شايفه حد تاني. بيعدي جوله ورا التانيه وهم ما زالوا بيخسروا. ما بين كل جوله والتانيه كان ويل بيطلب منها تعرف الباقيين الحقيقه وهي بترفض، لحد ما بيوصلوا للجوله الاخيره خلاص ما عادش قدامهم فرص كتير. وساعتها صبري ويل نفد وبيقرر يقول لهم هو بنفسه وبيعرفهم اللي حصل ما بين جيت وفلو، وان هم لو خسروا الماتش ده وما لعبوش النهائي الفريق هيتدمر حرفيا. كلامه بيشجع الباقيين وبيقرروا يلعبوا بكل قوه وبيدخلوا الملعب يولعوه حرفيا. وجيت هي كمان بتتضايق وبتخرج من الملعب وبتسيب ويلي يدخل بدلها اللي بيسجل هدف الفوز، وبكده خلاص ما عادلهمش غير النهائي. لكن من بعد الماتش ده بيتفرقوا لان هم بيبقوا متاثرين بالفريق جدا ومش عاوزينه يتدمر، وبيبقوا فاقدين الامل والشغف وكل المشاعر الممكنه في الحياه اصلا، لدرجه ان كلهم رجعوا لحياتهم الطبيعيه ونسوا ان هم بيلعبوا سله. وهنا ويل ما بيرضاش يستسلم لانه بيروح يطلب من جيت ويقنعها انها تجمع الفريق من تاني باي طريقه، وبيقنعها ان هم حتى لو هيخسروا الفريق فمش لازم يخسروا كل حاجه، يعني بالبلد كده يلعبوا البطوله ويفوزوا بيها وبعدين الفريق يتباع عادي. المهم ان هم يبقوا حققوا حلمهم وكسبوا بطوله واحده في حياتهم. وبالفعل جيت بتقتنع بكلامه وبتقرر تعمل زي ما قال، وبتبدا تلف معاه على كل اللعيبه علشان تجمعهم من تاني، واللي كانوا مستنيين كلمه واحده بس عشان يرجعوا. فاللي بيشوفها جايه تقول له بيفرح وبيسيب حياته ويرجع من تاني. واخيرا بنوصل ليوم الماتش وبنعرف ان هم هيلعبوا فريق ماين اللي كان شايف نفسه حبتين وان مفيش حد هيقدر يهزمهم باي طريقه، وخاصه فريق جيت اللي بيتريق عليهم وشاف ان هم وصلوا لحد هنا بالحظ. واول ما الماتش بيبدا وهم لسه في اول جوله اللعب كان عنيف جدا لدرجه ان جيت رجليها بتتكسر، وبكده مستقبلها في اللعبه دي بيتدمر تماما. وباقي الفريق بيفقدوا الامل لان بطله الفريق نفسها مش هتقدر تلعب وهم محتاجينها، وشايفين ان هم مش هيقدروا يعملوا حاجه عشان المعلم ويل يدخل يشجعهم ويقول لهم ان هم يلعبوا بخطه معينه. ولان عمرهم ما لعبوا بخطه اصلا فما كانوش فاهمين اللي بيقولوا، لكنهم بيقرروا يسمعوا كلامه وينفذوه بالحرف الواحد يمكن يطلع كلامه صح. وبالفعل لما بيعملوا كده الدنيا بتولع، ولو فريق ماين جاب جون هم بيردوا عليه بجون، وبيفضلوا كده كل جوله لحد ما بنوصل للجوله الاخيره. ساعتها الدنيا بتولع، اشوفها بتولع يا معلم. ومع اخر ثواني في الماتش النتيجه بتبقى تعادل، يعني اي حد هيدخل جون هيفوز بالبطوله، علشان قبل كام ثانيه من نهايه الماتش تدخل الست جيت بكل شجاعه وتاخد الكره من الكل وتتحمل على نفسها وتباصي الكره لويل اللي بيشوطها في السله وبيجيب جون خرافي. الملعب بيسكت لثواني ومره واحده الصوت بيكسر في المكان من قوه التشجيع، وده لان ويل هو اللي بيجيب لهم البطوله اخيرا. فالكل بيبقى فرحان بيه ولكن قلبهم مكسور علشان مش هيشوفوا بعض تاني. وهنا بقى بيجي دور السحليه اللي بتعرفهم انها لعبه قمار مع المشتري اللي كان هياخد النادي بتاعهم وكسبته، وبكده الفريق اصبح ملكه هو ومش هيفترقوا تاني. وقتها بيزيد التشجيع اكتر علشان اخيرا هيفضلوا مع بعض ومش هيبطلوا لعب ابدا. بس اللي كان مختلف المره دي ان جيت هتبقى مساعده المدرب، اما ويل فبقى بطل الفريق. وشوف بقى لما الحلم يبقى صاحبه ومصدقه وبيسعى ليه بيوصل لفين. اتمنى الفيلم يكون عجبكم واستنونا في فيلم جديد، بس ما تنساش تفرحنا بلايكك الجميل وتشترك في القناه علشان يوصل لك كل جديد. يلا سلام.